قد تبان إن هي فكرة بسيطة وملهاش لازمة، بس عايز أقولك الشخص اللي عمل المراية دي في منتهى العبقرية والذكاء. اتزنق في تجليدة جبسون بورد، والمفروض إن في آخر التجليدة في بيت نور بالشكل ده. فالطبيعي إن أنت بتركب زاوية، تمام، وبتركب إيه؟ مراية بيت نور لطش على الزاوية. المعلم محبش الفكرة وقال لك إن أي حد هيخش يشوفها كمهندس أو كعميل أو أيا يكن اللي هيبتدي يخش، فعمل المراية بالشكل أو بالمنظر اللي انتم هتشوفوه ده. ابتدى إن هو يجيب لاوتر، تمام، وخد مقاسات هو بيشتغل بيها، تمام، عشان يطلع المراية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعد كده ابتدى يجيب غيره أبيض ويغير الفواصل اللي هو ايه حفر بيها في اللاوتر كده. وبعد كده ابتدى يحط فوم. طب هو ليه حط الغيرة؟ لأن الغيرة بيعمل طبقة عزل، ان انت لو حطيت الفوم على طول على الترابة دي الفوم مش هيمسك في التراب، فلازم اللي انت تعزل بغيرة، تمام. وبعد كده ابتدى ايه يقفل بالمنظر اللي قدامكم دوت. ومنتهى الإبداع والفن. طبعا ان هو يركب زاوية او الكلام ده هتبقى شكلها وحش جدا، وخصوصا ان هي على الارض. يعني اللي هيمد ايده الزاويه هتيجي هتعور ايده، فاهمني، هيبقى شايف ايه اللي جوه. بص هنا بيقول لك بقى مفيش زاويه ولا في حاجه هنا، ايه الدنيا معاك نظيفه. بص بيمشي لك ايدك وبيقول لك ايه الدنيا هنا ايه نظيفه، تقدر بقى تمعجن جوه وتقدر النقاش يدهن جوه، الدنيا هتبقى ايه حلوه. حاجه جامده قوي يا جدعان، مع انها فكره بسيطه بس حلوه حلوه جدا.